أرحب بكم في قناة تعليم اللغة العربية. معكم الأستاذ عبد السعيد الصمدي، مدرس اللغة العربية في ثانوية الشهيد أحمد الحوراش في العاصمة اليمنية صنعاء. حياكم الله جميعا مع دورة أساسيات النحو العربي. نحن الآن في الدرس الرابع. الدرس هذا سيكون بعنوان الحالة الرابعة من حالات الإعراب، وهي حالة الجزم، أو بعنوان الجزم في الأفعال المضارعة. نحن نعرف يا شباب أن الجزم يختص بالفعل المضارع. الفعل المضارع يكون مجزوما. تكلمنا سابقا عن الرفع والنصب في الفعل المضارع وفي الأسماء، كما تكلمنا عن الجر أيضا في الأسماء. في هذا الدرس بإذن الله تعالى سنتناول الجزم في الأفعال المضارعة. الجزم في الأفعال المضارعة يكون الفعل المضارع مجزوما إذا سبقته أداة جزم، وأداة الجزم قسمان. قسم منها يجزم فعلا مضارعا واحدا، وهو لما، لام الأمر، لا النهي. وهناك أدوات تجزم فعلين، وهي أدوات الشرط. هذه موضعها سنتناولها في الدرس القادم. الآن أريدك أن تتعرف على أساسيات مقدمة سهلة ميسرة حول الجزم. ما هي علاماته؟ متى يجزم الفعل المضارع؟ لاحظ معي. الجزم له 3 علامات. السكون هي العلامة الأصلية، حذف النون وهي علامة فرعية، حذف حرف العلة وهي علامة فرعية أيضا. أكرر وأقول على أن العلامة الأصلية هي الأكثر استخداما، أما العلامات الفرعية فهي استخدام في حالات محددة فقط. سنأتي لتوضيح الآن متى يجزم، أو ما هو النوع من الأفعال المضارعة التي تجزم بالسكون. السكون تكون علامة جزم في موضع واحد في المضارع الصحيح الآخر إذا سبقته أداة من أدوات الجزم، والتي منها لام، لا النهي، لام الأمر، وإن، ومن من أدوات الشرط. لم أسافر إلى المدينة. أسافر فعل مضارع. طبعا يا أحباب هذا الفعل المضارع، أسافر، هذا فعل مضارع سبقته لم. إذا سبق الفعل المضارع بأداة من أدوات الجزم فإنه يجزم. هنا جزمناه بالسكون. لماذا جزم بالسكون؟ لأنه صحيح الآخر. كيف عرفنا أنه صحيح الآخر؟ لأن الحرف الأخير فيه هو حرف إيش؟ الراء، والراء ليس حرفا من حروف العلة التي هي الألف والواو والياء. إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر فإنه يجزم، وتكون علامة جزمه السكون الظاهر على آخره. العلامة الثانية حذف النون، وهي علامة جزم في موضع واحد في الأفعال ال5 إذا سبقت بأداة جزم. نتذكر أنتم لو تابعتم الفيديوهات السابقة ستجدون أننا تحدثنا عن الأفعال ال5 بأنها كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة. فعل مضارع اتصل بآخره واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فهو من الأفعال ال5. يلتقيان، يلتقون، تلتقين. فلاحظ معي الجيشان لم يلتقيا. أنا قلت هنا على أن العلامة هي حذف إيش؟ النون. حذف حرف إيش؟ النون. فحذف حرف النون علامة جزم في الفعل المضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين. شوف معي المثال هنا. يلتقيا فعل مضارع يلتقي اتصلت به ألف الاثنين فأصبح من الأفعال ال5. سبقته أداة جزم لم. كيف يعرف هذا الفعل يلتقيا؟ نقول لم أداة جزم. يلتقيا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال ال5. مسألة بسيطة. الأفعال ال5 إذا سبقت بأداة جزم فإنها تجزم بحذف النون، أي إزالة النون وعدم بقائها في الفعل. وأصل الفعل يلتقيان فحذفت إيش؟ النون. حذفت النون.
يكون العلامة الثالثة وهي حذف حرف العلة. علامة الجزم الثالثة في الفعل المضارع هي حذف حرف العلة. حذف حرف العلة علامة جزم في موضع واحد في الأفعال المضارعة التي آخرها حرف من حروف العلة. حروف العلة الثلاثة هي الألف والواو والياء. الألف مثل كلمة يخشى، مثل الفعل المضارع يخشى الألف. الواو مثل يدعو. الياء مثل يرمي. هذه الأفعال كلها نسميها أفعال معتلة الآخر التي آخرها حرف علة. عندما يدخل عليها أداة من أدوات الجزم، يعني يأتي قبلها يحذف حرف العلة هذا. لاحظ معي يخشى كيف أصبح عندما دخلت عليه لم يخشى. حذفنا حرف العلة وأصبح إعرابه لم أداة جزم. يخشى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طيب يا أستاذي، ما هي العلامة التي أظهرتها هنا؟ يخشى أظهرنا الفتحة، إشارة إلى أن هناك حرف محذوف هو الألف. لا ترمي الأوساخ في الشارع، أصلها ترمي أو يرمي، أصلها ترمي. هنا حذف حرف العلة الذي هو الياء. لا ترمي الأوساخ في الشارع، وأصبح ترمي. بيكون إعراب الفعل هنا لا أداة جزم، لا أنها هي أداة جزم. ترمي فعل مضارع مجزوم بلا أنها هي وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء. إذن هنا نكون قد استوفينا شرح أدوات الجزم ومواضع استخدام علامات الجزم في الفعل المضارع. إن شاء الله ألقاكم في الفيديو القادم، والذي سنتحدث فيه عن الإعراب والبناء، ونكون به قد ختمنا موضوع دورة أساسيات النحو العربي. إلى أن ألقاكم لا تنسونا من خالص دعائكم. نحن منتظرون لتعليقاتكم، لاقتراحاتكم. القناة قناتكم، ونسعى إلى تطويرها وتقديم أفضل أداء يفيد وينفع الجميع. نفعنا الله إياكم بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.